السلام عليكم. تعالى النهارده هقولك ازاي تعمل 10,000 جنيه في الشهر وبشكل شهري ثابت، كل شهر يخش لك 10,000 جنيه. ده ازاي؟ عن طريق اعلانات السوشيال ميديا الخاصة بسوق العقارات. السوق العقاري في مصر هو اكتر سوق مستقر واكتر سوق بينمو سنة عن سنة. بجانب دعم الدولة للمدن الجديدة زي العاصمة، في كومباوندز ومطورين عقاريين يعتبر هم الأوائل في الوطن العربي بالكامل، سواء كمركز أو كبداية، بيدوا تقل كبير للسوق ده واستقرار كبير جدا. وبالرغم من حجم السوق الكبير ده، إلا تعالى إن أنا أقول لك إن السوق ده بيفتقر لعدد كبير من الناس اللي فاهمة إعلانات السوشيال ميديا الخاصة بسوق العقارات. ليه المشكلة دي موجودة؟ طريقة إعلانات سوق العقارات مختلفة شوية عن المطاعم والعيادات والمواقع التجارية و فبيحتاج طريقة تفكير تتماشى مع متطلبات سوق العقارات. وبالتالي فانت ما تاخدش كلامي وتروح تاخد كورس سوشيال ميديا او فيسبوك ادز او انستجرام ادز وتروح تدور على شغل سوق عقارات يجيب لك المبلغ ده، لان اللي انت هتاخده هتلاقيه بيتكلم في الاغلب على التفاعل والرسائل، او ان في اي كوميرس وان انت تعمل اوردر من عليه، وهتلاقيه بعيد خالص عن العقارات. ولما تيجي تشتغل على سوق العقارات بالعقليه بتاعه المطاعم والعيادات او مواقع الاي كوميرس، هتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا بتواجه. فانت لازم تتعلم اعلانات سوق العقارات من حد اوريدي شغال في سوق العقارات. دورك انك تدور عليه. انا هديك شويه هنتس تساعدك وانت اشتغل عليها عشان تعرف توصل. في جروب كبير جدا على الفيسبوك اسمه ريل استيت سوسايتي ان ايجيبت. الجروب ده متجمع عليه كل من هو يعمل في سوق العقارات. انت اعكس الايه، خش اسال يا جماعه مين المختص في سوق العقارات في التسويق، اقدر اتابع معاه واتعلم منه، وهيحطك على التراك. في بعض الاماكن اللي بتدي الكورسز الخاصه بالريل استيت ادز، اتعلم منها. وصلت ان انت خلاص قادر تتعلم. هل انا بقى هروح اشتغل في شركه؟ طب فين ازاي ان انا كده اقدر اعمل فلوس دي من البيت؟ لا، السوق ده في الجزئيه بتاعه الليد جنريشن، اسمها ليد جنريشن كامبينز، بيعتمد على الفريلانسرز اكتر من الفول تايمرز. يعني ببساطه انت لو بقيت شخص كواليفايد تقدر تعمل الاعلانات دي، كل اللي عليك انك تجيب 2 اكونتس بس تمسك لهم الليد جنريشن كامبينز. 2 اكونتس دول انا بقول لك بمتوسط اسعارهم في القاهره هتقدر تدخل اكتر من 10,000 جنيه بشكل شهري، وشطارتك في انك تحافظ عليهم وتكبرهم هتقدر تعمل فلوس كتير جدا. طب ايه النصايح الخاصه باعلانات العقارات؟ خليني اقول لك انك عشان تعمل اعلان ناجح في السوق العقاري لازم تعتمد على 3 حاجات. اول حاجه هي المحتوى الاعلاني نفسه. ان المحتوى عكس ما انت تكون متخيل، بدل ما يجيب لك العميل المستهدف، لا، العب على انه يفلتر لك العميل اللي مش مستهدف عشان ما يسجلش في الاعلان، وبالتالي اللي يسجل لا، اللي عنده المقدرة انه يشتري فقط. تاني حاجة الاستهداف، اعتمد على الاستهداف بالمنطقة ولا تعتمد على الاستهداف بالاهتمامات والوظائف، لان الاهتمامات والوظائف غير دقيقة في مصر، ولكن المنطقة نوعا ما هتوصلك للعميل المستهدف. تالت حاجة، خلي الاعلان كاتشي جدا يلفت الانتباه. هيكل النظام السداد على هيئة عرض يخطف العين. خلي العميل وهو بيسكرول على الفيسبوك يقف عشان عينيه اتخطفت لحاجة مميزة هو عايز يعرف تفاصيل عنها. الميكس بين ال3 حاجات دول مع معرفتك ازاي تدير الكامبين هتخليك حد شاطر وناجح يعمل كامبينز ناجحة وتجنريت ال10,000. سلام عليكم.